تعال اقول لك ازاي الشركه العقاريه بتاعتك تبيع اسرع واكتر على السوشيال ميديا. السر كله في كلمتين: القمع التسويقي. 3 مراحل بيمر بيهم عميل العقارات اللي بيشتري من خلال السوشيال ميديا. هنفترض مع بعض ان القمع التسويقي ده عباره عن 3 مراحل. المرحله الاولى هي مرحله الوعي. يعني ايه؟ العميل هنا عايز يعرف انت مين. لازم بقى تعمل اعلانات اويرنس على الفيسبوك وتظهر له في كل حته. لازم يشوف اسمك، اسم شركتك، اسم مكتبك في كل مكان. تعمل له بقى بوستات قويه، صور ونماذج للمشروع، فيديوهات قصيره بتبين له مميزات المشروع. ده في المرحله الاولى. خلي بالك العميل دايما بتاع السوشيال ميديا فضولي وبيحب يدور على تفاصيل. لما تلاقيه بقى دخل على الصفحه بتاعتك وكتب السعر، المساحات، التقسيط ايه، اعرف ان هنا وصل لمرحله الاهتمام. تقدم له بروشور واضح عن المشروع. اعمل له مقارنه بينك وبين المنافسين في نفس المنطقه، بس بدون ما تسيء للمشروعات اللي جنبك. وضح له ليه انت الافضل. لو عايز بقى تجيبه اللوكيشن، حاول تقدم له عرض محدد بمده. المرحله الثالثه هي اتخاذ القرار، مرحله الشراء، اخر مرحله في القمع التسويقي. اول ما تحس ان العميل جدي وعنده نيه الشراء، ابعت له قائمه بالوحدات المتاحه. حدد معاه اقرب زياره ينزل يزور الموقع. طبق القمع التسويقي ده وهتشوف مبيعاتك هتروح فين. اللي انت سمعته ده جزء من خطة تسويق عقاري متكاملة موجودة على اي بروكر. تابعني وكل يوم هديك معلومة عقارية.